أونصة الذهب لما نيجي نشوفها آخر 5 سنين هنلاقيها عاملة شغل جامد جدا. وتعالوا أقول لكم بالأرقام. الأسبوع اللي فات تقريبا سعر البورصة العالمية عملت رقم تاريخي للذهب وتقريبا وصل 3236، وده من أعلى الأرقام اللي هو وصل لها. أي نعم بعد كده الذهب نزل وعمل تصحيح ووصل لغاية 2190 كبورصة عالمية، إلا إن أنا وأنا بصور لكم دلوقتي الذهب عدى 3200 تاني. إنما بقى آخر شهر ونص تقريبا الذهب زاد بنسبة 5%، وده معناه ان الدولار بيضعف قدام الذهب، او مخاوف كتيرة من التضخم اللي ممكن يحصل في امريكا نتيجة القرارات الاقتصادية اللي عملها ترامب الفترة الاخيرة، وهي زيادة الجمارك. ونيجي بقى للمفاجأة اللي محدش كان متوقعها قوي كده، وهي نسبة ارتفاع سعر الأونصة العالمية من اول 2025، يعني من اول السنة دي، وهي 17.5%. ده نمو قوي جدا في وقت قصير. سلم لي بقى على الناس اللي باعت الذهب وراحت ربطت وديعة. ده ايه بقى ولسه الذهب مكمل، ده كده مش النهاية، ده 17.5 اول 4 شهور بس، احنا لسه مكملين لاخر السنة، وباذن الله يدينا الصحة وطولة العمر هعمل لكم فيديو اخر السنة دي اقول لكم الذهب السنة دي زاد كام في المية، وكل الخبراء متوقعين السنة دي رقم كبير جدا في الذهب. طب ما نرجع شوية ونشوف السنة اللي فاتت الذهب عمل ايه. الأونصة سعرها ارتفع بنسبة 40%، وده معدل زيادة كبير جدا بالنسبة للذهب اللي عادة هو بيزيد بشكل أبطأ كتير عن كده. بس أكيد طبعا انتوا عارفين الأسباب، مش كل شوية هوجع دماغكم بيها. وعلى مدار آخر 5 سنين سعر أونصة الذهب العالمية زادت 89%، ولما نعرف ان منهم 40% بس السنة اللي فاتت، يبقى معنى كده بسبب الأحداث العالمية بتحصل الفترة الأخيرة ده بيخلي الذهب يزيد بأرقام كبيرة جدا. وده دليل قوي جدا ان الذهب استثمار آمن بس على المدى الطويل. ما يجيش حد يقول لي انا هشتري الذهب عشان ابيعه كمان 3 اشهر، كده انت غلط، انت واخد ريسك عالي جدا. وبس كده، قولوا لنا انتوا بقى اخر مرة اشتريتوا ذهب امتى وعلي بنسبة قد ايه؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.